وعليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائنا الكرام، يتجدد اللقاء والموعد مع حضراتكم وحلقة جديدة ومحتوى جديد. وخلينا نتكلم على الأهلي وباتشوكا وبالأخص زيزو. كونك إن أنت تشوف زيزو بالليل مع إبراهيم فايق وتيجي بعد 17 ساعة تلاقيه في أمريكا، ده نقول إعجاز. هوبا تلاقيه في دكة احتياطي النادي الأهلي وبالتيشيرت الأحمر، ده إنجاز. هوبا تلاقي زيزو في الملعب وبيلعب، ده بصراحة كده زيزو، وتلاقي بيدي أداء يعني معقول وبيحط جون كده. زيزو إيه، خلينا نقول أستاذ. يعني بصراحة بستغرب من الناس اللي هي بتنتقد الأهلي وصفقات الأهلي وكابتن خالد الغندور والراجل المدرب الجديد. يعني توليفة يعني من 3 أركان، كويس إنها بتأدي المردود دون تمام مع قدام بطل أمريكا اللي هو باتشوكا. فما اعرفش الناس اللي هي شغاله تنتقد وماسكه اللعيبه، ما في يعني نازله سلخ في اللعيبه. ما اعرفش انا بصراحه ايه اللي حتى ده جماهير الاهلي، مش هقول مثلا ايه خلي خالد الغندور على جنب، جماهير الاهلي بتنتقد اداء الاهلي. يعني انا جايب لعيب من الشرق ولعيب من الغرب وبنتقد لعيبتي، ينفع كده جمهور الاهلي؟ في ايه يا جماعه؟ ده لسه ماتش يعني ماتش تجريبي. الناس طالعه لك تقول لك مش عارف الكاس الصفيح، الكاس مش عارف النحاس، اللي مش عارف ايه، اللي هدي مين، وزيزو ما يتحسبش بطوله لزيزو، وزيزو خسر بطوله. ده كلام من النبي؟ يعني ده كلام؟ ليه الاسقاطات على الاهلي دي يا جماعه؟ ده ماتش معروف ان هو ودي، والناس قالت لك نعمل ضربات جزاء اهو، نزود يعني ما يمكن يحصل فيه ضربات جزاء في البطوله او كده هون. فالمباراه طلعت في الملعب زي ما احنا شفنا كلنا، طلعت تعادل. وانت زي ما انت حضرتك شايف، في 11 لعيب لعبوا وفي 11 لعيب تاني اتغيروا تمام. انتوا بتتكلموا في ايه؟ ما انت شايف قبل ما الماتش يبدا المذيع بيقول 11 هيلعبوا و11 هي هيتبدلوا تمام. انت شوف الصفقات الجديده انت شايف قدامك، مش محتاج حد يقول لك. يعني انت يعني ايه العقليه دي؟ انا مش عارف بصراحه. اصبر على الفرقه واستنى لما، بس انا باخذ على المجلس الاداره برضو في نفس الوقت ان المجموعه دي او التوليفه دي يعني المفروض لا يقل عن 5 6 او دور كامل في الدوري تلعب مع بعضيها. خلينا نقول 5 6 مطوشه، لكن انا اجي العب مباراه مثلا زي كده هون تمام. سيبك من النتيجه دي، ان اللي بيتكلم في الكلام ده شغل عيال صغيره، سيبك منه. حتى لو الاهلي خسر برضه سيبك من اللي بيعلق وكده هون. الاهلي تمام خسر كسب ما يشغلناش تمام. احنا بنتكلم على الاداء، واخد بالك؟ يعني انا بجيب توليفه زي كده، لعيب من الشرق ولعيب من الغرب ومدرب واجي عايز اكسب تمام. يا عم كسبت، ما عليك من المكسب. طب بعد كده الفرقه المباراه بتاعت ميامي وميسي، نتمنى التوفيق للنادي الاهلي، مفيش مشاكل، ولعبته نتمنى ان هم يكسروا الدنيا، مفيش اي مشكله. عجبني تريزيجيه بصراحه في الحوار بتاعه، عجبني بصراحه بجد. كابتن وليدر يا ابني، وهو ده ابن الاهلي، هو دي ابن شخصيه الاهلي فعلا. الراجل المذيع بيكلمه بيقول لك احنا بنلعب على الاول. يعني قلت هيقول تشريف تمثيل مشرف زي اللعيبه والكلمتين اللي احنا بناخدهم على طول وكده. هو قال لك انا بلبس فانلة النادي الاهلي، ما عنديش فرقه كبيره، عندي فرقه صغيره، انا باجي بلعب على المركز الاول. بصراحه تريزيجيه نزل الشوط الثاني قسما بالله، الله اكبر عليك، الله اكبر الله اكبر. تحس ان هو يعني كان قال لهم يعني ثواني يا جماعه او ساعه رايح البيت وراجع. تحس ان هو ما اتحركش من النادي الاهلي. بسم الله ما شاء الله عليك فعلا، يعني ليدر وقائد تريزيجيه يعني بصراحه. ولسه عنده كمان لما اللعيبه تلعب مع بعض وكده هون. والناس اللي زي ما اتكلمنا في اول المحتوى، الناس اللي بتعلق على زيزو، يا جماعه زيزو يعمل ايه؟ الكور اللي هو جات له اتصرف بيها كويس، وجون بسم الله ما شاء الله بيخش. كان ممكن يقول لك مش حاطط ضربه الجزاء. انتوا بتتكلموا في ايه يا جماعه؟ والراجل بيخش وبيشوط وقلب وزيزو هو زيزو تمام. زي ما بنتفق في كل محتوى، سيبك ما عليك من الاهلي وزمالك، احنا مش مع ولا ضد، احنا فرقه بتمثل بلدنا في مكان ما تمام، في بطوله ما احنا وراها. زي ما انتوا شفتوا المحتوى اللي فات اتكلمت على الزمالك، واللي قبله اتكلمت على بيراميدز، فما عنديش انا تمام. كلنا نقف خلف الاهلي يا جماعه. عيب الاسقاطات اللي بتحصل ده. ايه هو اتغلب 4 ولا 6 ولا مباراه تعادل عادي جدا. انا مش عارف بصراحه الناس اللي هي نازله طبعا، وكابتن خالد الغندور لا شفنا احنا مش محتاج انا اقول خالد الغندور قال ايه. هو ده والسكواد وتروح مش عارف تتعادل ايه يا ابني؟ ده
سادس الدوري الامريكي وفرقه كل سنه في كاس العالم للانديه، وهتلعب السنه دي باتشوكا كاس عالم للانديه. بتتكلموا في ايه؟ تمام. الناس بس هو يعني انا زي ما انا قلت في نص المحتوى، الناس كانت عايزه تلعب بس من بدري مع بعض، مش اكتر من كده. لكن مدرب من حته واللعيبه ورا الاهلي يا جماعه، كلنا ورا الاهلي، ودي مباراه وديه بين الراجل بيجرب. حتى احنا بنشوف اللعيبه الجديده وبنشوف المدرب الجديد، كلنا ورا الاهلي. واي فريق بيلعب بره بيمثل مصر احنا وراه يا جماعه، كلنا ورا الاهلي يا جماعه. وخلينا نقول ايه، ده ماتش تعادل ومعقول، الكلام معقول، وهتيجي الفرقه واحده واحده في المباريات ان شاء الله، ونشوف الاهلي في الدور الثاني. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. الكوره مع نصر.